ممكن نقرأ مع بعض مزمور 121. أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. لا يدع رجلك تزل، لا ينعس حافظك، إنه لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل. الرب حافظك، الرب ظل لك عن يدك اليمنى. لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل. الرب يحفظك من كل شر، يحفظ نفسك. الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر. تفضلوا ارتاحوا، تعالوا نرفع عينينا عليه وحده ورنم. يقول أرفع عيني إلى الجبال، وكأنه في لغة تعجب بيكلم اللي قدامه، بيقول لهم أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني. مش أنا هرفع عيني نحو الرب. ليه؟ لأن الرب يحفظني في دخولي وخروجي. الرب يحفظك من كل شر. الرب يحفظ خروجك ودخولك. لا تضربك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. مين النهارده يقول أنا رافع عيني عليك يا سيدي؟ أنا رافع عيني عليك. أتمنى كل حد النهارده يرفع قلبه ناحية ربنا. انسى ان في حد جنبك، حد وراك، حد قدامك، كاميرات. انسى كل حاجة وفكر في حاجة واحدة بس، يسوع المسيح. قال له كده المرنم: يا الله كل الناس بتقول يا رب، لكن إلهي أنت. يسوع حلو جدا، يسوع رائع. يلا مين يقول للرب شكرا؟ مين يقول للرب بحمدك؟ مين النهارده يفتح قلبه، يفتح قنوات الاتصال بهذا الإله العظيم؟ مين النهارده يقول له أنا جاي بترمي في حضنك، اشتقت لك كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي لك يا الله. مين النهارده يقول له أما أنا فصلاه؟ مين النهارده يقول له تعبت من رفع عيني إلى الجبال؟ بيقولوا لي لكن أرفع عيني إلى الجبال، ده معقولة وأنا ليا إله عظيم؟ كيف تقولون لنفسي اهربي مثل العصفور؟ أنا على الرب أتوكل فلا أتزعزع. هللويا. ليك المجد، ليك العظمة، ليك السلطان، ليك القوة، ليك القدرة. لك أنت سيدنا. بمخافتك 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 أسجد أمام هيكلك، أسجد أمام هيكلك. بمخافتك 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 أسجد أمام هيكلك، أسجد أمام هيكلك. فسمر خوفك في لحمي، سمر خوفك في لحمي، ووحد قلبي، وحد قلبي
وحد قلبي، وحد قلبي، وحد قلبي في خوف اسمك، وحد قلبي في خوف اسمك. وبأشواقي 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 أصرخ طالبا وجهك، أصرخ طالبا وجهك. فأمر أن نأتي إليك، فأمر أن نأتي إليك. وطيب قلبي، طيب قلبي، طيب قلبي، طيب قلبي، سكنه بين يديك، بين يديك. آتي بطيبي، آتي بطيبي، أسكبه على قدميك، أسكبه على قدميك. فاقبل حبي وأكمله، فاقبل حبي وأكمله. واملأ قلبي، املأ قلبي، املأ قلبي، املأ قلبي. واملكه بمحبتك، املكه بمحبتك. مين النهارده في الاجتماع يقول النهارده يقول له سمر خوفك في قلبي؟ مين النهارده يقول له انا جاي بطيبي؟ مين النهارده يقول له انا عبادتي جايه مش مربوطه باشياء لكن مربوطه بشخصك، مربوطه بشخصك بالروح القدس. انا جاي اعبدك وجاي افرح بيك، انا جاي اعبدك وجاي افرح بيك، انا جاي اعبدك وجاي افرح بيك، انا جاي اعبدك وجاي افرح بيك يا سيدي. الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعات. أرفع عيني، أرفع عيني إلى الجبال. الرب نصيب قسمتي وقابض قرعتي. مين النهارده يقول يا رب أنا بشكرك، أنا بحمدك، أنت صالح، أنت عظيم، أنت مجيد، أنت قدوس، أنت مهوب، أنت سيدي وتاج راسي، أنت سيدي وتاج راسي. نعم أنا بحبك، بعبدك. هاليلويا، 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 هاليلويا. امين. تعالوا بينا واحنا بنعبد الرب الوقت اللي جاي. معرفش امبارح وانا بقلب كنت عايز اجيب حاجه معينه في الواتشت في الريلز بتاع الفيس كده، حاجه كده مقطع معين كنت عايز اسمعه، فمرت عليا حاجه هي كوميديه شويه بس لخصت حاجات كتيره الحقيقه بالنسبه لي. حرامي نازل من بيت شايل البؤجة على البهجة دي على محطة فيها حاجات ونازل بيها على المواسير، وفي حرامي تاني طالع على الماسورة التانية اللي قصاده، فبقول له انت رايح فين يا اخ؟ قال له انا رايح الدور التاني. قال له طيب ربنا معاك. يعني الحرامي نازل بيقول للحرامي اللي طالع ايه؟ ده عارف يقول له ربنا معاك. فعشان كده المختبر يقول له يا الله. ده التعريف، كل الناس بتقول يا الله، لكن احنا جايين هنا في الاجتماع ده عشان نقول له إلهي أنت، سيدي أنت. أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني.
لو انا ببص للقسيس كده واقول له وهو بيواسيني اقول له ارفع عيني الى الجبال، حالة استغراب، حالة استعجاب، حالة استنكار. حيث يأتي عوني؟ لا، معونتي من عند الرب. معوناتي. تيجي نرنم الترنيمة اللي جاية اللي بتقول له ده القعدة معاك. تعمل ايه؟ يلا بينا نشبع بيه. القعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول أرضية. القعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول أرضية. شكل في حياتي، نور في صلاتي، خبيني في شخصك انت ظهر فيا. خبيني في شخصك انت ظهر فيا. طلبي الوحيد انك تزيد واكون في حضورك كل الحياة. برتاح معاك، شوقي في رواك، مشتاق قلبي وفيك غنى. طلبي الوحيد انك تزيد واكون في حضورك كل الحياة. برتاح معاك، شوقي في الواك، مشتاق قلبي وفيك غنى. القعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول أرضية. القعدة معاك فيا كل اتجاهات وميول أرضية. شكل في حياتي، نور في صلاتي، خبيني في شخصك انت ظهر فيا. انت ظهر فيا. كل الشهور تتبدل نور، في رضاك سرور. انا طلب رضاك، متعلق بيك والغالي ليك عند رجليك، مغمور هناك. كل الشهور تتبدل نور، في رضاك سرور. انا طلب رضاك، متعلق بيك والغالي ليك عندي رجليك، مغمور هناك. القعدة كل اتجاهات. القعدة معاك كل اتجاهات وميول أرضية. شكل في حياتي، نور في صلاتي، خبيني في شخصك انت ظهر فيا. انت ظهر فيا. اروي الأعماق المشتاقة لمياه النعم الإلهية، في حجال الحب تتلى
أشواقي بشوقك يا فدية ما تروي الأعماق. بشعاع الحب النوراني يغمر أعماقي ووجداني. بشعاع الحب النوراني يغمر أعماقي ووجداني. وضياء الحب يعود يشعل جوايا سجود. وضياء الحب يعود إشراقه يشعل فيا سجود. والآن النفس تدوب في جمال المحبوب. الآن النفس تدوب في جمال المحبوب. واسبح في ربوع الأمجاد واسمع صوتك يهمس ليا بشوق ومحبة ونور وحياة. والآن تروي الأعماق المشتاقة. حبي بتتلاقى أشواقي بشوقك يا فدية. بحضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب حضورك ولذة نعم تملاني بالقرب معاك. أنا طالب أتغير لشخصك أتغير. وإن كان حبي صغير لمستك تروي قلبي عايز طلبه. نعم أنا طالب أتغير لشخصك أتغير. وإن كان حبي صغير لمستك تروي قلبي هيستناك. نعم حبك لا سواك هو اللي يشفي. أنا طالب حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك. قربك مجد تاني عشرتك أغاني. حبك ليه معاني قلبي بيتهجى. جلسة بين ايديك وسجودي لديك. نظرة من عينيك كل ما اتمنى يسوع. قربك مجد تاني عشرتك مطالب حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب حضورك ولذة رضاك بالقرب معاك. يا أبرع جمال لك مجد وجلال. حبك فاق الخيال عنوان الصليب ما
ما لم ترى عين أو يخطر ببال حبك يا حبيب يا أبرع جمال لك مجد وجلال حبك فاق الخيال عنوان الصليب ما لم ترى أو تسمع بي أذان أو يخطر ببال حبك يا حبيب أنا طالب حضورك لذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك أنا طالب حضورك لذة رضاك نهري سباح بتخمر وراح يا محول المناحة اللي في قلبي بإيديك لا للركبتين بل بقرب قلبك عبرني ليك يا نهري سباحة بتخمري وراحة يا محول المناحة اللي في قلبي بإيديك لا 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 بل بقرب قلبك عبرني ليك أنا طالب حضورك لذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك أنا طالب حضورك لذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك ما انت اللي دفعت تمن فيا دمك يا يسوع عنك ما حول عيني في ضيق او جوع وانت اللي دفعت تمن فيا دمك يا يسوع واطرح اكاليلي نعم ونهاري وليلي رح ارنم لي واطرح اكاليلي ونهاري وليلي رح ارنم لي حبيبي عن وصفه يعجز اي انسان اصله في المجد مكلف ولي سلطان حبيبي عن وصفه يعجز اي انسان اصله في المجد واطرح اكاليلي ونهاري وليلي رح ارنم لي واطرح اكاليلي ونهاري وليلي رح ارنم لي حبيبي ابيض واحلى اسم عجيب ده جماله بارع بالأكبر خالي من العيب حبيبي أبيض وأحمر له اسم عجيب ده جماله بارع بالأكبر خالي من العيب حبيبي أطرح أكاليلي عندي قدمي ونهاري وليلي واطرح أكاليلي لما اذكر موته وانا مات واتامل فيه بتذكر صلت حبيبي لما اذكر موته وانا مات واتامل فيه بتذكر صلت جلداته اتعلق بيه واطرح اكاليلي نعم ونهار وليلي رح ارنم لي واطرح اكاليلي نهاري ونهار وليلي رح ارنم لي. كده المرنم يلي حولت المرارة اللي في حياتي الترنيمات حتى ضعفي جهل قلبي ما منعش الإحسانات كل ثانية في عمري عدت. الله بيحبنا يا جماعة
الله بيعمل ايه؟ ونتيجة للحب ده احنا كمان نعمل ايه؟ نحن نحبه لأنه هو. ساعات تسبيحنا وصلاتنا وترنيماتنا تبقى مرتبطة باختبار مثلا يحصل، بس الحقيقة لا بتبقى دي صلاة ولا بيبقى ده تسبيح، ده كله مش عارف، فوران مشاعر مش أكتر. اللي بيعبد ربنا بجد بيعرف يعبد ربنا في كل الأوقات وكل الأحوال. في السجن يسبحان ويصليان، في الأتون يعلنوا مجد الله، في جنب الأسود يعلن إنه إله عظيم، في بيت فوطيفار يعلن إنه للرب. قديسة المطوبة في وقت ظروف صعبة تقول تعظم نفسي الرب. وبرضه لو فيها خير نعظم. ففي كل الأحوال أنا قلبي متعلق بالمسيح. عشان كده يقول له كده المختبر في حبقوق، فمع إنه كلكم حضراتكم عارفين، ما بيقولش فإني أفرح لأن الله أعطاني جواب لسؤلي أو وعدني، لكن يقول له فإني أبتهج بإيه؟ مش بإيه بيدهون الرب، بالرب حتى ضعفي وجهل قلبي. كل ثانية في عمري عدت لو هتحكي تقول كتير، كل نبضة في قلبي غنت بفتكر لك كل خير. كل ثانية في عمري عدت لو هتحكي تقول كتير، كل نبضة في قلبي غنت بفتكر لك كل خير. نعم ياللي حولت المرارة اللي في حياتي ترنيمات، حتى ضعفي جهل قلبي ما منعش الأحسنات. ياللي حولت اللي في حياتي ترنيمات، حتى ضعفي جهل قلبي ما منعش الأحسنات. كل ثانية في عمري عدت لو تحكي تقول كتير، كل نبضة في قلبي غنت بفتكر لك كل خير. كل ثانية في عمري عدت لو تحكي تقول كتير، كل نعم. بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني يبارك اسمه القدوس. أحسناتك تكوي على راسي على قلبي، وجوارتك اللي فوق ده كله موت الصلب ربي. أحسناتك
جوهرتك وطوق على راسي على قلبي، وجوهرتك اللي فوق ده كله موت الصلب ربي، ده اللي خلانا اجي ساجد بحن راسي واقول صغير بالصليب انا صرت واجد في المسيح نعم المصير، ده اللي خلانا اجي ساجد بحن راسي واقول صغير بالصليب انا صرت واجد في المسيح نعم المصير. افتكر لك كل خير، افتكر لك كل خير، لولا مسكت ايدك انت كنت اضيع، وياللي ضاع انا مش افضل من اللي خان وانكر واللي باع، لولا مسكت ايدك انت كنت اضيع، وياللي ضاع انا مش افضل من اللي خان وانكر واللي باع. قلبي مديون لك عمري كله عايش اسير، نعمتك رافت بحالي راح تكمل يا قدير. قلبي مديون لك يا سيدي عمري كله عايش اسير، نعمتك رؤوسنا أمامه. أنا هرفع عيني نحو تعاوني من اللي هو الرب يسوع. أرفع عيني إلى الجبال حيث يأتي عوني؟ لا، معوناتي من عند الرب. عشان كده باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. يا رب احنا بنباركك ونعظمك لأنك انت صالح، انت إلهنا العظيم المهوب، ليك كل الكرامة وليك كل السجود وليك كل العظمة يا رب. أشكرك لأنك انت إلهنا، انت يا رب مكتوب عنك الله ملجأ لنا، عونا في الضيقات وجد شديدا. ما أعظمك يا رب وما أمجدك. أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. أشكرك لأجل وجودك في وسطينا، وأشكرك لأجل وجودنا في محضرك يا رب. باركنا كما باركتنا في وقت التسبيح، باركنا في الكلمة والصلاة يا رب باسم الرب يسوع المسيح. بصلي أنك تضع مسحتك على عبدك المتكلم يا رب. حط رب كلامك في أذاننا وأذهاننا علشان نعمل بيه في الوقت اللي جاي. أشكرك لأنك صالح يا رب، سمعت وأيضا استجبت، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين. مبسوطين ويكون معانا خدام الرب الأمناء، الأخ مجدي فوزي خادم الرب، والأخ ميلاد سعد المرنم، وكمان يكون معانا من قناة السامري الصالح الأخ مدحت والأخ إسحاق جميل. خلينا نصلي في قلوبنا إن الرب يباركهم ويستخدمهم في عمله أكثر من كل الماضي. كم حد يقول أمين؟ خلينا نسمع صوت الرب مع الأخ مجدي فوزي في الوقت اللي جاي.
مبسوط أكون وسطيكم، ومبسوط أكتر أقول كلمة الرب، لأني ربنا عايزنا في الأيام دي نخلي بالنا إن الشيطان بيعمل أمور صعبة في العالم. والكلمة اللي هنسمعها هنصليها، لا سيما عنوان الكلمة وقفة لاسترداد الحياة. وقفة لاسترداد الحياة، لأن كل اللي حوالينا موت، خراب ودمار، زلازل وبراكين وأمور صعبة وأعاصير وأمور صعبة. لكن تعالوا بينا ناخد شاهد كتابي. من الشاهد ده هناخد جزء جميل قوي هنصلي بيه الأيام دي والوقت ده وفي الأيام اللي جاية كمان. تقولوا أمين. إنجيل متى إصحاح 9 عدد 18. متى 9 18. لو الصوت مزعج ممكن نوطيه. انتوا سامعين كلكم؟ طيب أمين. يلا نقول مع بعض إنجيل متى إصحاح 9. يلا قولوا معي. وفيما هو يكلمهم بهذا إذا رئيس قد جاء فسجد له قائلا إن ابنتي الآن ماتت، لكن تعالى وضع يدك عليها. أمين. بصوا احنا عايزين نقول للرب تعالى وحط ايدك، تعالى وحط ايدك عليا وعلى بيتي وعلى أموري عشان استرد الحياة، مش بتاعت بنتي ولا بتاعت ابني، لكن بتاعتي أنا وبتاعت بيتي، بتاعت زوجتي، بتاع زوجي. أمين. أنا هستسمحكم هقرأ بسرعة إنجيل يوحنا 10:10، وآخر شاهد ممكن نقعد وإحنا نقراه في أشعياء 42-22. يوحنا 10:10. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويسبح، وأما أنا قول ورايا فقد أتيت لتكون لهم وليكون. على فكرة أنا هبشركم ببشرة أنا مليان بها بالإيمان. الرب الليلة جايب حياة ليك وجايب حياة ليك وجايب حياة ليا والإخوات الخدام اللي بيخدموا معايا. أمين. جايب حياة لينا. آخر شاهد أشعياء 42-22. هنقرأ الجزء الأخير من الآية دي. هنقرأ الجزء الأول والجزء الأخير من الآية دي. أشعياء 42-22. الله بيوصف حالة الناس. خلي بالكم الشيطان بيعمل ايه؟ ردوا علي. بيعمل ايه في الناس الايام دي؟ بيعمل ايه في بيوتنا؟ بيعمل ايه؟ بيسرق وبيخرب وبيقتل. طيب الرب عايز حياة. طب احنا دورنا ايه؟ بصوا الرب يقول ايه؟ شعب منهوب، شعب مسلوب، ومحدش قدر يقف قصادي. اقروا العدد الاخير. وليس من يقول رد، وليس من يقول. اتفضلوا اقعدوا، اتفضلوا اقعدوا. أنا عايز من خلال الآية الأخيرة دي ربنا عايز وقفة نقفها قدامه. الوقفة دي اسمها إيه؟ وقفة لاسترداد الحياة. وقفة لاسترداد الحياة. ليه؟ لأني أنا شايف إن في موت، في موت حقيقي، في موت لحياتنا الروحية. الناس ما عادتش زي الأول في حياتها وعلاقتها مع الرب. يبدو إن أمور كتيرة إحنا سمحنا بيها للشيطان اللي مكتوب عنه ذاك كان قتالا للناس منذ البدء. وإبليس وهو بيقتل الناس كده وهو بيوصل الموت لحياتك والموت لحياتك، وهو بيوصل الموت لحياتنا. الله عايز يدي حياة. الله عايز يدي حياة، وعايزنا نقف وقفة زي يايروس وقف قدام الرب ويقول له ايه؟ خدتوا بالكم من العبارة؟ ابنتي الآن ماتت. يعني حالتي الحالية. أنا نفسي تقف قدام الرب وتقول له أنا جاي لك بحالتي الحالية. ظروفي الآن مش أحلى حاجة. ظروفي الآن صعبة. أنا بعاني من تعب نفسي. أنا بعاني من موت في بيتي. بيتي مش بيعرفك المعرفة الحقيقية. أنت معايا يا أختي؟ حضرتك معايا؟ أقول له كده ابنتي الآن، بيتي الآن، ظروفي الآن حصل لها إيه؟ ماتت. بس في حاجة، في عبارة قوية هنصليها. لكن اعمل حاجة بقى. حط إيدك عليا. حط إيدك على مثلا بيتي، على مراتي، على جوزي، على بنتي، على ابني. أما تحط إيدك هتحيا. أمين.
بصوا أنا هكلمكم في جزئين باختصار خالص. الجزء الأول خلي وقفتنا لانتهار الموت اللي بيسببه الشيطان. تاني حاجة الجزء الأخير خلي وقفتنا لطلب الحياة من الرب زي ييروس. أولا خلي وقفتنا لانتهار الموت. مين اللي بيسرق؟ الرب قال في يوحنا 10، فاكرين الشاهد؟ السارق إلا ده غرض الشيطان. الشيطان جاي عشان يعمل كده. بصوا الرب يقول إيه؟ أما أنا فقد أتيت لتكون لهم وليكون لهم. الرب عايز ليكي حياة، والرب عايز ليك حياة. طب إيه الأمور اللي بتموتني في علاقتي مع ربنا، والأمور اللي أنا مرات كتيرة بسلبية مني وبتهاون مني بسمح لها تموت حياتي مع ربنا؟ عدوا على صوابعكم، هقول كم حاجة كده بسرعة نفسنا في صلواتنا ننتهرها، ونفسنا وإحنا بنصلي ونقف قدام الرب كده ونقول له باسم الرب يسوع المسيح الأمر ده اللي مسبب موتي ياخد حياة. أمين. وقولوا له كده ولكن تعالى. ولكن إيه؟ مين يدعو الرب النهاردة ويقول له تعالى يا رب، تعالى يا رئيس الحياة، اديني حياة. أول أمر يسبب موت للإنسان هو الكلام السلبي. الكلام السلبي اللي أنت بتقوليه عن نفسك وعن بيتك وعن ظروفك وعن أمورك. والكلام السلبي ده يميت الإنسان ويميت حياته الروحية. ده مرة من المرات ربنا قال كده، يا أختي اسمعي، أخويا اسمع، لحزقيال النبي، أنت عارف العظام اليابسة دي إيه؟ قال له إيه يا رب؟ قال له ده دول شعبي جم في وقت من الأوقات، اسمعوا، ها هم يقولون عن أنفسهم يبست عظامنا، هلك رجاءنا، قد انقطعنا. يا ترى أنت بتقولي إيه على ظروفك؟ أنت معايا يا أخت؟ حضرتك بتقول إيه على ظروفك؟ الأيام دي اللي فيها غلا والاقتصاد بقى صعب قوي، يا ترى ممكن نقول إيه على حالتنا المادية في البيوت؟ ومرات الأخت تقول ده أنا داخل عليا مدارس وما عرفش عندي احتياجات كتيرة والظروف والأمور. مرة واحد قال كلام إيجابي قوي، قال مع أنه أنتوا فاكرينها كويس، بس أنا هقول كلام مش سلبي، أنا هقول كلام إيجابي. الموت والحياة في يد، لا اليد اللسان، يد اللسان. الموت والحياة في يد. يعني إيه؟ يعني أنت بإمكانك تموتي نفسك وظروفك وتموتي جوزك بكلمة يا أختي سلبية. أنت بإمكانك تموت مراتك وعيالك بكلام سلبي. مرات ندخل البيت نقول كلام، والكلام في بيوتنا بقى صعب. عارفين يعقوب يقول إيه؟ اللسان سم مميت، سم مميت، سبب موت الإنسان. فيا ترى كلامنا يشجع ولا يحبط؟ كلامنا مليان بالسلبية ولا مليان بالإيجابية؟ ده سر موت الإنسان، لأنه بيتكلم عن نفسه بإيه؟ كلام إيه يا أختي؟ سلبي. فأنا لما أقول على ظروفي إنها ظروف وحشة، تفتكروا إنها هتبقى حلوة؟ أنتوا عارفين طالما أنا بتنبأ وبقول حاجات صعبة على أموري وعلى حياتي وعلى صحتي، الأمور هتبقى سيئة. لكن لما أستخدم لساني للبركة واستخدم لساني للحياة وأقول كده باسم الرب يسوع المسيح، كل أموري هيكون ليها حياة، كل أموري هيكون ليها حياة. حتى أولادكم الصغيرين أرجوكي شجعي بنتك الصغيرة وابنك، شجع مدامتك وشجع ولادك في البيت. لما نقول كلام سلبي، لما أنت تبقى محبطة جدا ومتنرفزة ومضغوطة في البيت وبنتك نرفزتك وجات عليك قوي، تروحي عاملة إيه فيها؟ تروحي قايله لها كلمة مش ولا بد. وأنا عايز أقول لك الكلمة اللي مش ولا بد دي كأنها قنبلة أنت رميتيها في وجه بنتك. والكلام اللي مش ولا بد اللي أنت قلته لمدامتك ده موت، ده موت. الله عايز يدي حياة، فالحياة من خلال تفاح من ذهب في مصوغ من الفضة، الكلمة اللي تتقال في محلها وفي وقتها. أمين. حاجة تانية، إيه هي الحاجة التانية؟ الكتاب يقول وأنتم إذ كنتم أموات بالخطايا والذنوب.
ايه اللي يموت الانسان؟ قولوا معايا: الكلام السلبي. 2 الخطايا بتاعت الناس. اوعي تفتكري لما تيجي تشتمي بنتك او تشتمي ابنك، او انت تبقى مثلا كذاب او حلاف، انت شاطر، مشيت البضاعه بتاعتك وكسبت لك قرشين، في نظير انك ضحكت على الراجل اللي انت بتتعامل معاه بانك كذبت. ما ينفعش، ده موت. الرب يقول كده: وانتم اذ كنتم اموات بالخطايا والذنوب. ايه اموات بالخطايا والذنوب؟ اللي يموتنا الشر والخطيه. الكتاب المقدس يقول كده ان الشر يميت الشرير، الشر يميته، الخطيه تموت. وكمان اخطر حاجه في الخطيه انها تبعد الانسان، تفصله عن الله، ما يبقاش ليه علاقه. انت جايه تصلي، عارفه مش بيبقى ليكي نفسك مسدوده ناحيه ربنا، انت مش قادر تكلم ربنا لان جواك ايه؟ قول يا اخويا، ها؟ خطيه موت. الرب يقول كده: اسامكم خطاياكم فاصله بيني، حتى اني مش قادر اسمع. ليه يا رب؟ لان في خطيه، في شر، في امر محطوط جوايا. هذا الامر اللي محطوط جوايا الله عايز يديله حياه النهارده، عايز يدي حياه. امين. انتوا عارفين الترنيمه اللي بتقول: جايين نقبل ايديك، هتفكرها؟ الممدودن. الله النهارده مادد ايده بالحياه. يا اخت فوقي ارجوكي، ربنا مادد ايده ليكي بالحياه. كل حد بيسمع النهارده ربنا مادد ايده ليك بالحياه. وقال: الشيطان السارق، ها قولوا معايا: لا ياتي الا ليسرق ويذبح، اما انا فقد اتيت لتكون لهم الحياه وليكون لهم. والرب عايز لينا الافضل، وعايز لينا حياه، وعايز لينا قوه. تقولوا امين. اخطر حاجه تموتني عن ربنا، عارفين؟ حد فاكر الراجل اللي ابنه احنا سميناه الابن الضال؟ الابن الضال، الراجل ده اللي ساب بيت ابوه وراح الى قرى بعيده بعيده خالص خالص. عارفين الكتاب يقول ايه عنه بقى لما رجع لابوه؟ ابني هذا، حد فاكر يكمل معايا؟ كان ميتا. كان ميتا بايه؟ ها ردوا عليا ارجوكم. ليه؟ لانه بعد عن مين؟ كل نفس بعيده عن الرب. حتى لو انت جايه الاجتماع النهارده بتصلي بس في الاجتماع، وانت بتصلي بس في الاجتماع، لكن مالكش علاقه مع الرب، وانت مالكيش علاقه مع الرب. طالما انا ماليش علاقه مع الرب يبقى انا فين؟ في موت، موت روحي. الله عايز يحيي هذا الموت ويحيي العلاقه اللي بينك وبينه. تقولوا امين. اخر حاجه اختم بيها في الجزء الاول، وبعدين ناخد الجزء الثاني وبنعمه الرب ما اطولش عليكم عشان نصليهم. يبقى ايه اللي موتني في حياتي مع ربنا؟ قولوا معايا: الكلام السلبي. تاني حاجه الخطيه والشر وبعدي عن ربنا، استقلاليتي عن بعيد خالص عن الله، وانا في فكر والله نفسه يباركني، بس انا مشغوله بالعالم، بس انا مشغوله بالبيت، مشغوله بشغل البيت، بس انا مشغول بشغلي وبعيد عن ربنا، مش بقعد كتير قدام الرب. وطالما انا مش بقعد كتير قدام الرب يبقى في حياتي موت. اخر حاجه اسيبها معاكم في رومية 8 يقول كلام جميل قوي عن الموت، ارجوكم ركزوا فيه لان معظمنا بنقع فيه واحنا مش واخدين بالنا. الذين يهتمون بالجسد ويعيشون حسب الجسد سيموتون. قولوها كده معايا: ان عشتم حسب الجسد هتموتوا. يعني ايه عشنا حسب الجسد؟ انا هسألكم سؤال ضمير صالح لكل اللي بيسمعني: مين فيكم مواظب على الوجبات للجسد؟ فطار وغدا وعشاء. كلنا، صح؟ كلنا. ليه؟ اقول لك اصلي لو انا ما واظبتش على الوجبات الثلاثه دول هبقى ايه؟ هفتان وضعيف. لكن لما اواظب على الوجبات دي هبقى ايه؟ قوي وهستمر في الحياه. ده اهتمام الجسد. ما الرب نهتم بامور جسديه اكتر من الامور الروحيه. ياما مرات بننشغل بامور الجسد، وياما مرات ناكل الجسد ونشبعه
ونقول للجسد زي ما قال الراجل الغني: يا نفسي كلي، يا نفسي اشربي، يا نفسي لك. طب وفي الآخر الله يقول له: طب تعالى أنت غبي، اهتميت بالجسد أكتر من مين؟ من الروح. يا إخوة يا أخوات يا اللي بتسمعوا، خلي بالكم، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم وخسر؟ الله النهاردة عايز يدي لك حياة ويدي لك حياة. الله عايز يدي حياة. زي ما احنا بنهتم بالجسد ونأكله ونربيه ونهتم بيه، اهتموا بالروح. لازم يبقى فيه وجبات روحية. أنا مش هسأل مين بيفطر ويتغدى ويتعشى. في الحياة الروحية ليك 3 وجبات صلاة. فاهمين الفكرة؟ مين بيعمل كده في البيت؟ مين بيعمل كده في البيت؟ أنا ماليش دعوة بمجيئك الكنيسة والاجتماع. ليه؟ لأن مرات أنت تيجي الكنيسة بس أنت في موت في حياتك. أنت في موت في حياتك. ليه في موت؟ أرجوك ركزي معايا. ليه في موت؟ لأن حضرتك مهتمية بمين أكتر؟ بالجسد. الله النهاردة عايزنا نهتم بما هو للروح. أمين؟ يلا قولوا معايا: السارق لا يأتي إلا ويذبح، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم الحياة وليكون لهم. تعالوا بينا ناخد خطوتين بس هكلمكم عنهم لاسترداد الحياة. أمين؟ يلا تعال نقلب مع بعض القصة بتاعت يايروس، متى 9:18. يقول له إيه في الحالة الحالية بتاعته؟ ابنتي الآن أنا جاي لك بظروف صعبة، لكن ضع، تعالى وإيه واعمل إيه؟ قول يا أخويا ضع يدك عليه. مين النهاردة يا أختي يا أخويا يقول كده للرب: تعالى الآن وضع يدك علي فتديني حياة؟ أمين؟ هذه الحياة مرتبطة بحاجتين مهمين عملهم يايروس. إيه هم الحاجتين دول؟ حاجة اسمها إصرار بإيمان، توقع بانتظار. أمين؟ يلا قولوهم معايا، هم خطوتين وهقولهم معاكم ونصليهم. إصرار بإيمان، توقع بانتظار. يلا قولوا معايا إصرار بإيمان، توقع. يعني إيه إصرار بإيمان؟ هو كان مصر. عارفين لما واحد يعزم واحد ويقول له ممكن تيجي بيتي، وهو يبص له كده يقول له باين عليها عزومة مين؟ برافو عليكم انتوا حافظين، عزومة مراكبية. بس لا، ما كانتش عزومة مراكبية، لا دي كانت عزومة ألزماه. يايروس بيلزم الرب بدليل يقول له تعالى لأن بنتي مالها ماتت. واحد بنته ماتت، ايه اللي منتظر ومتوقع منه؟ انه اول حاجة يعملها لا خلاص اروح اهتم بمراسيم الجناز بتاع بنتي وخلاص الموضوع خلص. لكن لا، ده قال كلمة قوية قوي، لكن تعالى تعالى تعالى، انا مصر انك تيجي. امين. اخويا ميلاد نفسي يكون بيرنم معانا بعد الرسالة دي ترنيمة تيجي بيوتنا تاني، تزور كنايسنا تاني، وتزور منطقتنا تاني، وتزور بيتي يا رب. تقولي له كده من قلبك الليلة، تقول له كده من قلبك الليلة: تجينا تاني يا رب، احنا عايزينك. لكن ايه؟ قولوا كده تعالى. يلا قولوها كده، لكن تعالى. انا مش بعزمك عزومة، لا ده انا مصر. زي بالظبط ابونا يعقوب في القديم قال للرب كده: مش هسيبك الا لما، وانا النهارده مش هسيبك الا لما تحط ايدك عليا. امين. هيحط ايده عليك. بصوا التوقع بقى، هو عنده اصرار بايمان. الاصرار اذا رئيس قد جاء. ممكن تقولوا معايا العباره اللي قدام عينيكم كده اهي: وفيما هو يكلمهم بهذا اذا رئيس. قولوها تاني كده: اذا رئيس. يا اختي من فضلك اوعي تكوني بتنامي مني، ركزي قوي، عباره قويه نفسك تكوني بتصليها وانت كمان تكون بتصليها. قد جاء. انت جاي لمين يا يايروس؟ قال انا عارف انا جاي لمين. انا جاي للرب يسوع اللي انا سامع عنه بيصنع المعجزات. وعلى فكره الكتاب المقدس يقول كده: يجب، اسمعوا يا اخواتي يا اخوه، يجب ان الذي ياتي الى الله يؤمن انه موجود. اذن هو جاي بايه؟ اقوى سلاح نهجم بيه على الشيطان ونسترد بيه الحياه، ايماننا. انا جاي بايمان.
وعندي ثقة انك موجود. امين. مين واثق ان الرب موجود؟ له كل المجد. انا نفسي نعمل حاجة قوية بإيمان البسيط، تتحدي معايا وتتحد معايا، نقول له شكرا لانك موجود، وندي ايد قوية قوية لحضوره العظيم. لا اقوى واقوى. انا نفسي تعملي زي يايروس، ونفسي انت كمان تعمل زي يايروس. اذا رئيس قد، انا مش هممني مكانتي، خلي بالكم رئيس مجمع يعني ده يعني شنه ورنه وهيبه، بس على الرغم من كده لا 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 لا، انا هركن مكانتي دي وحالتي كمان. امين. انا مش عايزك تيجي وانت مكتئبه كده وحزينه، وانت مكتئب وحزين كده وواقف قدام الرب، واحنا واقفين نسترد الحياه. قمت وانا واقف استرد الحياه، بص يا اختي من فضلك اديني حياه. طب ما انت جاي للرب، اترك مكانتك وحالتك. امين. مكانتي مهما يكن، انت ايه في الكنيسه وانا ايه في الخدمه، اركنوا ده كله، نطرح اكاليلنا عند. واحنا بنعمل كده نقول له انا جاي النهارده وانا واثق فيك انك موجود في المكان ده، موجود في الكنيسه النهارده، موجود النهارده علشان تديني حياه. امين. يبقى في ايه؟ اول مفتاح للاسترداد الحياه ان يكون عندي اصرار بايمان. اصرار بايه؟ انا جاي هاخد، يعني هاخد، تقولوها جوه قلوبكم قبل ما اخلص الجزء الثاني والمفتاح الاخير. هاخد يعني هاخد. هتاخد ايه؟ لمسه حياه. امين. جايين عند قدميك، جايين ونقول لك مد ايدك لينا بالحياه. امين. بعد شويه كلنا هنقف ونمد ايدينا للرب ونقول له يا رئيس الحياه تعالى وضع يدك علينا بالحياه. امين. الخطوه الاخيره اللي هختم بيها معاكم، حد فاكر اول خطوه اسمها ايه؟ قولوها معايا كده. ها، انا جاي باصرار وايمان. توقع بانتظار، او انتظار ومعاه توقع. ايه انتظار؟ مين فاكر فيكم اول ما جه يايروس طلب للرب في اكتر من قصه، ويجيب معاها قصه المراه نازفه الدم، وكأن الرب مدي يايروس حته صغيره كده، جنب صغير، ويقول له طب بص يا يايروس على المعجزه اللي هعملها قدام عينيك. يايروس بص كده، هو جاي له بمين؟ بطلب. بيقول له في ايه؟ بنتي ماله؟ ماتت. بس الرب وهو وخلاص هيمشي مع يايروس وهيروح البيت عشان يعمل معاه معجزه، لا امراه نازفه دم. هل لازم اعمل المعجزه عشان اقوي ايمان مين؟ الليله الرب عايز يقوي ايمانك، الليله الرب عايز ينقل ايماننا، ويقول لي كلمه جميله قوي: انتظرني يا ابني وانا ساصنع معك المعجزه. ما انت جاي لي عايز معجزه، بس استناني. انتظر الرب وليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. ايه رايكم في موقف اخر في قصه اخرى من الاناجيل، في انجيل غالبا متى، مرقس، لوقا، يتكلم عن هذه القصه. بس وهو بيتكلم في انجيل مرقس يقول كده ان يايروس وهو عمال يطلب الرب، يا رب ارجوك، ويتمنى ويترجى الرب ويطلب من الرب، وجت رساله من بيته: يايروس بالنص كده لا تتعب بنتك. يعني العمليه ايه؟ عارفين يايروس عمل ايه؟ حد فاكر؟ جري. ارجوكوا ردوا عليا. جري. هو الطبيعي يعمل ايه؟ الطبيعي انه يجري يروح لبنته. خلاص الموضوع اللي انت جاي، زي مثلا اخت تصلي لاجل امر، او حضرتك تصلي لاجل امر، وفي الاخر خالص الامر اللي انا بصلي لاجله لقيته بقى فيه مشكله ومتعقد قوي. ارجع لربنا واقول له انت فين يا رب؟ وانا بصلي عشان الامر الاقي الامر اتعقد اكتر. انتوا واخدين بالكم؟ لكن الرب ما يقصدش كده. الرب يقصد حاجه قويه جدا جدا جدا: الانتظار. عملها يايروس. دليلي في كده ان يايروس فضل واقف وسمع يسوع.
بصوا الكلمة الجميلة، فللوقت سمع يسوع وقال لييروس، نفس الكلمة يقولها لك ويقولها لك ويقولها لي، لا تخف آمن فقط. يلا قولوها كده. تيجي نشغل إيماننا لأن أنا قربت أخلص أهو. نشغل إيماننا ونقول مش هخاف، عندي الإيمان إنك تديني حياة. يلا قولوها مرة تاني. ها، وهيديلك وهيديلك وهيديني حياة النهاردة. هيجي الليلة ويحط إيده علينا كلنا، وإيده فيها بركة شفاء وبركة حياة لينا كلنا. أمين. خلينا نتوقعه النهاردة. وييروس متوقعه كده وفضل واقف لأن إيمانه قوي، وجوه قلبه بجد، جوه قلبه اللي قدر يعمل معجزة مع نازفة الدم هو نفسه يقدر يقيم بنتي من الموت. عشان كده قال له ايه؟ هتفاكر قال له ايه؟ تعالى واعمل ايه؟ ها؟ ارجوك ردوا علي. ها، تعالى واعمل ايه؟ طب وهي خدت حياة؟ هي ده ماتت. قالوا له دي ماتت. بس هو عنده بقى التوقع. ايه التوقع؟ التوقع هو ان حضرتك الواقع بتاعك اللي انا شايفاه، الناس شايفاها غيمة لكن انا شايفها مطر. الناس شايفاها موت لكن انا شايفها حياة. الناس شايفاها الحالة الاقتصادية صعبة لكن انا شايفها بركة. هو ده اسمه التوقع. انا متوقع انك هتديني خير، وما يتوقعه الانسان من الله سيجد بالايمان وسيتحقق. عشان كده مراسي ارميا يقول جيد للانسان، جيد للرجل ان ينتظر ويتوقع بسكوت خلاص الرب. تيجي نستناه النهارده ونقول له متوقعينك النهارده، انا متوقعك، انا متوقعك النهارده. طب انا هستسمح حضراتكم 3 أو 5 دقائق كلنا بلا استثناء هنقف ونروح رافعين ايدينا زي صاحب اليد اليابسه لما الرب قال له كده اعمل ايه؟ مد يدك. فعمل ايه؟ فمدها. هنمد ايدينا ونقول له جايين نمد ايدينا للحياه، تدينا حياه. اديني حياه يا رب لحياتي ولبيتي ولظروفي. يلا من فضلكم، من فضلكم كلنا نقف، كلنا نقف. انا عايزكم كلكم تقفوا، ارفعوا ايديكم للرب، قولوا للرب يا رئيس الحياه، يا ملك الحياه، اعطيني حياه. انا جاي الليله اخد منك حياه، انا جاي الليله اخد منك لمسه حياه. حتى وان كان الشيطان تسبب في موتي مرات كتيره، لكن النهارده باخد منك لمسه حياه، لمسه بركه وقوه وشفاء ومعجزه حقيقيه تصنعها معايا الان. بقد ايمانك الله هيديك. ارفع ايدك قوي لفوق لان هصلي لك بايمان وهصلي لك بايمان. يلا ارفع ايدك لفوق وغمضي عينك وتوقعي، توقعي ان في لمسه غير عاديه هيلمسك بيها السيد. باسم الرب يسوع المسيح المريض يشفى، باسم الرب يسوع المسيح اللي تعبان نفسيا يتفك الليله، باسم الرب يسوع المسيح قوه ليك وقوه ليك، باسم الرب يسوع المسيح لمسه حياه. جايين نطلب جلالك يا رب ونثق ان الايادي المرفوعه ليك تاخد قوه من سمائك، تاخد قوه من عندك باسم الرب يسوع المسيح. يا رب هصليها مره بايمان، وانا بصليها بايمان اتوقع ان في قوه تخرج من اسمك العظيم لاخويا والاختي والكل اللي موجودين ورافعين ايادي طاهره لجلالك. يلا ارفعوا ايديكم وتوقعوا تاخدوا لمسه غير عاديه. يا رب أصلي وأنا مليان بالإيمان إن جلالك موجود في المكان الآن، حاضر في وسطنا الآن، تنقض أعمال الشيطان باسم الرب يسوع المسيح. نؤمن يا رب سلطانك، ونؤمن يا رب بوجودك وسطينا، ونؤمن إنك تدينا حياة وتدينا بركة غير عادية. نؤمن يا رب لمسة حياة ليا والبيتي. يلا صنفي كده، قولي للرب عايزة حياة مش لبنتي وبس، ده لبنتي والابن والجوزي. قول يا أخويا من فضلك عايز لمسة حياة يا رب. ضع يدك عليا وعلى بيتي وعلى شريكة حياتي وعلى أولادي. حط إيدك على شغلي يا رب، حط إيدك يا رب على الخدمة، حط إيدك على الأمر اللي ميت فتحييه. لكن تعالى يلا زودوا إصرار، زودوا إصرار وطلب من الرب إنه هيجي، إنه جاي.
انه هيلمسك الان، انه هيلمسك الان. قول للرب تعالى ضع يدك علي الان، تعالى وضع يدك علي الان يا صاحب السلطان. ندعوك الان بالايمان ونثق يا رب انه كل امر بنحطه قدامك انت تلمسه وتشفيه وتضع عليه حياة. حط ايدك وحط ايدك على مكان الامر مهما يكن الامر اللي انت عايز فيه حياة، حتى لو مرض، حتى لو تعب، والايد التانية مرفوعة، يبقى في ايد محطوطة على مكان الامر اللي انت عايزة فيه حياة واللي انت عايز فيه حياة، والايد التانية مرفوعة للرب. وقولوا للرب يا رب كلامك النهاردة انك تدي حياة، النهاردة تيجي وتديني حياة، لمسة حياة يا رب، لمسة حياة لنسترد الحياة. ترد نفسي، تردني ليك النهاردة، تلمسني بسلطانك يا رب. قوة يا رب تخرج من اسمك العظيم، قوة تخرج من اسمك العظيم يا رب، قوة تخرج من اسمك العظيم تلمسني بيها الآن، تشفيني يا رب من كل مرض، من كل ضعف، من كل أمر يا رب إبليس رماه علي. باسم الرب يسوع المسيح آخذ حياة، باسم الرب يسوع المسيح آخذ حياة. أنا نفسي وحضرتك مغمض عينك وحضرتك مغمض عينيكي، انفضوا كل موت عليكم. قولوا للرب كده، وإنجاز التعبير ننفض إيدينا كده ونقول للرب باسم يسوع كل موت لكلمات سلبية عليا تخرج مني وما ترجعش ليا تاني. قول كده، قول كده يا أخويا من فضلك، قول كده باسم الرب يسوع المسيح. كل خطية أنا بعملها، كل خطية أنا يمكن بقولها باستمرار، كذب، شتيمة، حلفان، تنطهر من حياتي الآن باسم الرب يسوع المسيح. تخرج من حياتي ومن بيتي ومن كياني باسم الرب يسوع المسيح. آخذ قوة بسلطان. يلا انتهروا وانفضوا اللي عليكم. وبعد شوية أخويا الأخ ميلاد هيقول معانا عدد أو 2 من ترنيمة، وبعد كده هنكمل صلاة جماعية. واحنا حتى لو انت قعدت شوية وبعد شوية اوقفك تاني او بعد شوية اوقفك تاني، وهنكون بنصلي مع بعض صلاة جماعية. بس خلينا دلوقتي قبل ما نسمع الترنيمة واحنا مغمضين عينينا، انفض اللي عليك وقول للرب باسمك وبسلطانك يا رب كل اللي تسبب في موتي استرد الحياة النهاردة، سواء كان كلمات سلبية، سواء كان خطية يا رب، سواء اهتمامات بالجسد وأعمال الجسد. ساعدني أهتم بما هو للروح. لمسة شفاء، لمسة حياة، تلمسني بإيدك ما انت الإله. المسنا يا رب، أنا عندي المسنا يا رب إيمان يا رب، تشفيني الآن. المسنا بإيمان يا لو رب، هلمس ثوبك ما انت الحنان. اشفيني من كل ضعف فيا، اشفيني من الشهوة ومن الخطية، اشفيني بحتاج لك يا فدية. اشفيني 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 من كل ضعف فيا، اشفيني من الشهوة ومن الخطية، اشفيني بحتاج لك يا فدية. اشفيني 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 جايلك بالنور ندمان بتوب، طالب غفرانك بدم المصلوب. بمسك ايديك وبصدق فيك يا يسوع اشفيني، ده انا راجع ليك جايلك بالنور ندمان بتوب،
طالب غفرانك بدم المصلوب، بمسك ايديك وبصدق فيك يا يسوع اشفيني، ده انا راجع ليك. اشفيني من كل ضعف فيا، اشفيني من الشهوة ومن الخطية، اشفيني محتاج لك يا فدية، اشفيني 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 من كل ضعف فيا، اشفيني من الشهوة ومن الخطية، اشفيني محتاج لك يا فدية، اشفيني اشفيني اشفيني. هللويا. أنا نفسي وإحنا واقفين هنعمل حاجتين في منتهى البركة والقوة. أرجوكم كلنا نقف، لأن في حضور إلهي رائع لحياتنا كلنا. عايز نظهر حالتنا قدام الرب زي ييروس لما قال له ابنتي الآن ماتت. قولي له نفسيتي الآن تعبانة، ظروفي الآن صعبة. يلا من فضلك اظهر الحالة بتاعتك وقول كده مع الرب اللي قال ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. صدقي فيه يا أختي، لو نفسيتك تعبانة بإيمانك حطي إيدك على صدرك كده وقولي له وقول له قرب من نفسي وفكها. قرب، تعالى تعالى تعالى، لكن تعالى تعالى يا رب. يلا ادعي لحياتك، ادعي لبيتك، ادعي لمشكلتك، ادعي لظروفك، ادعي للأبواب المقفولة قدامك وقدامك. قولي له تعالى، انت تقدر تفتح الباب المقفول، انت تقدر تفتح الأبواب المغلقة. فجاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم. المسيح جاي النهاردة يقف في وسط ظروفك، وسط ظروفك النهاردة، وسط أمورك المتعسرة اللي فيها موت. يديلك حياة، يديلك حياة، يديلك حياة. أخويا صدق فيه، يا أختي صدقي فيه. أنا عندي إيمان إن حضرته موجود بحط إيده على ناس كتيرة فينا النهاردة وعلى كل حد بيسمع النهاردة. حط إيده بالحياة ويقول لناس كفاياك موت أنا جاي أديكي حياة، كفاياك موت، كفاياك موت أنا جاي أديك حياة، كفاياك بعد عني، كفاياك بعد عني. ابني هذا، بنتي هذه كانت ميتة لكنها عاشت في هذه الليلة. يعطيك حياة النهاردة. قل له أنا جاي أسترد الحياة يا رب، يا رئيس الحياة، يا ملك الحياة، اديني حياة. يلا قولوا للرب من فضلكم، قولوا للرب الكلام الطيب الجميل ده. لكن تعالى وضع يدك علي فأحيا، لكن تعالى وضع يدك على بيتي فيحيا. أنا نفسي مع أخويا ميلاد هنرنم الترنيمة، تيجي بيوتنا تاني، تزور بيوتنا تاني، تزور كنايسنا تاني. عايزينك طالبينك. مين يطلب الرب يا شعب الرب؟ مين يطلب الرب؟ مين يطلب الرب بصدق الليلة؟ ارفعوا ايديكم لفوق كده وقولوا للرب تعالى يا يسوع. يلا قولوها من قلوبكم، تعالى يا يسوع. يلا صرخوا من قلوبكم تعالى يا يسوع. يلا مع أخويا ميلاد وإحنا بنرنم الترنيمة دي نقول له تعالى تزور بيوتنا تاني. كنايسنا محتاجة حياة، خدمتنا محتاجة حياة، بيوتنا محتاجة حياة، بلدنا محتاجة حياة. هللويا. عايزين حابينك، عايزينك وحابينك. تيجي بلدنا تاني، تيجي بيوتنا تاني، تيجي بلدنا تاني، تيجي بيوتنا تاني. بالروح بإنجيلك، بالروح بأنجيلك. ناس كتير على اسمك وهم جاهلينك،
وناس اكتر بالاسم لك وبتعبد غيرك. دول ناس كتير على اسمك وهم جاهلينك. ناس اكتر بالاسم لك وبتعبد غيرك، وناس تانيين تشتاق لك تتمنى تجيلك. ناس غيرهم تشتاق لك وتتمنى تجيلك، وناس هنا وعايشين لك وتموت ولا تهينك. عايزينك حابينك عايزينك حابينك. تيجي بلدنا تاني، تيجي بيوتنا تاني، تيجي بلدنا تاني، تيجي بيوتنا تاني. بالروح بإنجيلك، بالروح بإنجيلك. ناس واظبوا في كنايسهم وانت غايب عنهم، وناس خدموا في كنايسهم تعاليمهم وعلمهم. دول ناس واظبوا في كنايسهم وانت غايب عنهم، وناس خدموا في كنايسهم تعاليمهم وعلمهم. والروح بيضم يوماتي في كنيستك من غيرهم، الروح بيضم يوماتي في كنيستك من غيرهم. وناس عمدا وحجارة ومنارة إيمانهم. بلدنا تاني، تيجي بيوتنا تاني، تيجي بلدنا تاني، تيجي بيوتنا تاني. بالروح بإنجيلك، بالروح بإنجيلك. نشهد هنا عن اسمك وانت شاهد عنا، فرح نيرك وانت اللي شايلنا. نشهد هنا عن اسمك وانت شاهد عنا، نحمل بفرح نيرك وانت اللي شايلنا. نخدم هنا في ولادك وبتخدم فينا، نخدم هنا في ولادك وبتخدم فينا. نحمي من انجيلك انت اللي حمينا. عايزينك بلدنا، تيجي بيوتنا، تيجي بلدنا، تيجي بيوتنا. بالروح بإنجيلك، بالروح بإنجيلك. أنا عايز أصلي لكم بلمسة حياة حقيقية، وقبل ما أختم هخليكم تصلوا لأجل بعض، والرب هيحط إيده على الكل دلوقتي. حط إيدك جنبك وحط إيدك جنبك. بصلي لأجل أخويا وأختي، كل تعب في الأجساد باسم الرب يسوع المسيح يتشال. مش إيدي دي إيدك اللي هتتحط على أخويا وأختي. حط إيدك على كل حد حاطط إيده على مكان المرض. اصنع معاه معجزة الليلة. أيام اللي جاية يشهد عن لمسة حياة، والأيام اللي جاية يشهد عن إنك دعوت الأشياء الغير موجودة يا رئيس الحياة. اسمك صاحب سلطان يا رب. بنادي باسمك بإيمان لأخويا والأختي ولكل حد مريض جسديا، وهقول يا رب الإيمان باسمك شدد اسمك، والإيمان باسمك باسم الرب يسوع المسيح ادى أخويا صحة وأختي صحة. كل حد تعبان نفسيا يا رب حط ايده على صدره، على جسده، على كيانه، وهو بيقول اقترب اقترب اقترب. تعالى 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 وضع يدك علي. اقترب الى نفس اخويا وفكها، اقترب الى نفس اختي وفكها باسم الرب يسوع المسيح. اما من جهة الاتعاب الروحية جلالك قلت انه شعب منهوب وليس من يقول رد، وانت واقفة قدام الرب قولي له رد الحالة الروحية يا رب.
ليا ولبيتي ولشريك حياتي ولولادي. أرجوك يا أخت، الموضوع خطير، الموضوع مهم. الله لما يرد حياة يديكي حياة أنت وجوزك وولادك وبيتك. أخويا من فضلك الموضوع خطير، مش اجتماع عادي، لكن دي رسالة حية من الرب. رب عايز يرد الحياة ليك ويرد الحياة لبيتك ولشريكة حياتك. إبليس بيخرب في بيوتنا وفي حياتنا. الرب يسوع المسيح ينتهر ويقول: أما أنا فقد أتيت لتكون لك يا ابني حياة، فلتكون لك يا بنتي حياة، وليكون لك أفضل. قولوا للرب: تعال وضع يدك عليا، تعال وضع يدك علينا. أنا نفسي نعمل حاجة قوية كلنا مع بعض. ممكن 3 6 مع بعض يمسكوا إيد بعض ويرفعوها لفوق كده ويقولوا ويطلبوا من الرب: تعال وضع إيدك علينا. يلا يا إخوة، امسكوا إيد بعض، ارفعوا إيديكم لفوق وقولوا للرب: تعال يا رب وحط إيدك علينا. يلا قولي للرب: تعال يا رب وحط إيدك علينا، تعال يا رب وضع يدك علينا، حط إيدك للحياة. يا رب الاجتماع النهاردة يفرق معانا، نقلة جديدة، نقلة قوية، نقلة حياة يا رب، نقلة حياة يا رب. يا رب المس النعش بتاعنا الليلة، المس النعش بتاع كل ميت الليلة في علاقته معاه. ولما تلمس النعش هتدي حياة يا رب. يدك المحيية تحطها علي وعلى بيتي وعلى شريكة حياتي وأولادي وعلى أخويا وعلى أختي وعلى بيوتهم يا رب. باسم الرب يسوع المسيح الجميع يمتلئون من الحياة في هذه الليلة. باسم الرب يسوع المسيح أؤمن بحضورك يا رب. أنا واثق إن أنا ساجد قدامك يا رئيس الحياة، وبقول لك بصلاة مليانة بالإيمان: حط إيدك علينا يا رب، حط إيدك بلمسة حياة يا رب. بصلي زي دانيال لما صلى أمام جلالك وقال قدام حضرتك: تعال وضع يدك يا رب. لمسني وقواني، فعاد ولمسني وقواني. تعال وضع ايدك يا رب على كل اخواتي يا رب، على عبيدك اللي بيخدموك يا رب، على كل خادم وخادمة أمينة في هذا الزمن الأخير، على كل أخ وأخت بيحبك من قلب طاهر، من قلب طاهر يا رب. تعال وحط إيدك على الجميع يا رب. تعال وبدل الموت بحياة. تعال وانتهر كل نعش أخويا فيه وأختي فيه، وقوم يا رب من الموت الليلة، قوم من الموت الليلة، واعمل يا رب معجزة قوية فينا باسم يسوع. الأيادي المرفوعة ليك دي مش ممكن تنزل فاضية أبدا أبدا يا رب. الأيادي المرفوعة لجلالك تاخد قوة من عندك باسم يسوع، باسم يسوع. أخويا ميلاد يا رب وهو بيرنم الترنيمة اللي جاية، في نار من الروح القدس تبعتها على أخويا وأختي، زي ما صلى عاموس النبي وقال لك: ارسل نارك، ارسل نارك لينا الليلة، ارسل نارك لينا الليلة يا رب. لا يكون قلب ضعيف أو بارد في وسطنا، لا يكون عاسر أو ضعيف في وسطنا باسم الرب يسوع المسيح. ارسل نارك للكل، ارسل نارك للكل يا رب. يا رب قالها لك عبدك عاموس قبل ما أخويا ميلاد يرنم، بقولها لك من قلبي: ارسل نارك لينا دلوقتي، ارسل نارك لينا دلوقتي، وضع ايدك علينا باسم يسوع، باسم يسوع. هللويا هللويا. توقعوا نار الروح القدس على حياتكم تخليكم حارين في الروح. انت وعدت انك تديني واقع تاني، انت وعدت تخلي قلبي في حتة تاني، انت وعدت انك تديني واقع تاني، انت وعدت تخلي قلبي في حتة تاني، انت وعدت تملى يومي بالاغاني، وانت وعدت انك هتفرح نفسي تاني، انت وعدت تملى يومي بالاغاني، وانت وعدت انك هتفرح نفسي تاني، وانا مستنيك رغم الظروف رغم الليالي.
الناس قالوا لي ازاي هتصدق واقع تاني، يمكن يحصل يمكن لأ يمكن تعاني. الناس قالوا لي ازاي هتصدق واقع تاني، يمكن يحصل يمكن لأ يمكن تعاني. لكني سامع صوت في قلبي ملكياني، صوت واضح أقوى من أي واقع تاني. لكني سامع صوت في قلبي ملكياني، صوت واضح أقوى من أي واقع تاني. هو اللي بيدعي الغير موجود وكأنه أمامي، هو اللي بيدعي وكأنه أمامي. أنا هغلب ضعف مرض خوفي بإيماني، وهصدق في المجد اللي جاي ومش هداري. أنا هغلب ضعفي مرضي خوفي بإيماني، وهصدق في المجد اللي جاي ومش هداري. هشهد عنه واهتف لاسمه في كل أحوالي، ولأنه معايا فجري جاي بالأغاني. أشهد عنه واهتف لاسمه في كل أحوالي، ولأنه معايا فجري جاي بالأغاني. ولأنه معايا الخير والرحمة يتبعاني، ولأنه معايا الخير والرحمة يتبعاني. أنا مستنيك رغم ظروف رغم الليالي، هو اللي بيدعي الغير موجود كأنه أمامي، هو اللي بيدعي الغير موجود وكأنه أمامي. ده أنا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، ده أنا ههتف ليك علشان انت بتحميني. أنا هفرح بيك، أنا ههتف ليك علشان انت بتحميني. مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني، او مستني كلام هيطمني ويسعدني، او مسنود على ناس تتغير وتجرحني، وارجع لك من تاني علشان تكفي وتشبعني. مش مستني يا ربي علشان انت بتكفيني، انا ههتف ليك علشان انت بتحميني. هفرح بيك، انا ههتف ليك علشان انت بتحميني. مش راح انزل عين من على شخصك وجمالك، واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك. وياك يتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك، وتفيد فيا بروحك بشهادة المجد جلالك. مش راح انزل عيني من على شخصك وجمالك، واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك. وياك يتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك، وتفيد فيا بروحك بشهادة المجد جلالك. ده انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا ههتف ليك علشان انت بتحميني، علشان انت بتكفيني، علشان انت بتحميني. كل مرة تمشيني
وحلولك كتيرة كل مرة بشوف ايديك قوية وكبيرة سلطانك ملهوش حدود وحلولك كتيرة مرة بحر وصابي وعلى أرضه تمشيني وجيش فرعون ومركبات يغرق وتعديني مرة تشق البحر وصابي على أرضه تمشيني وجيش فرعون ومركبات يغرق وتعديني جيش فرعون ومركبات يغرق وتعديني كل مرة بشوف ايديك قوية وقديرة وحلولك كتيرة كل مرة بشوف ايديك وحلولك كتيرة مرة تمشيني في النار ولاقيك عن يميني ونبوخذ نصر يحتار ازاي بتنجيني مرة تمشيني عالنار ولاقيك عن يميني ونبوخذ نصر يحتار ازاي بتنجيني ونبوخذ نصر يحتار ازاي بتنجيني كل مرة بشوف ايديك وحلولك كتيرة كل مرة بشوف ايديك قوية وقديرة وحلولك كتيرة مرة قلتي انك نايم في سفينة الحياة ده هو اللي لا مرة قلت في سفينة الحياة ده هو الإله رد البحر وريحه العاصف ده يسوع الإله كل مرة بشوف ايديك قوية وقديرة سلطانك ملهوش حدود ده حلولك كتيرة كل مرة بشوف ايديك سلطانك ملهوش حدود وحلولك كتيرة مرة إبليس يشهد إنك مسيك حواليا حوالين كل ما أملك كل ما ليا مرة إبليس يشهد إنك مسيك حواليا حوالين كل ما أملك كل ما ليا حوالين كل ما أملك وكل ما ليا كل مرة بشوف ايديك قوية وقديرة سلطانك ملوش حدود وحلولك كتيرة كل مرة بشوف ايديك مرة تسد بدهنة زيت ديون السنين وملت كل فرح في البيت وبخيرك عايشين مرة تسد بدهنة زيت وملت كل فرح في البيت مرة كمان مرة تسد بدهنة زيت وملت كل فرح في البيت وبخيرك عايشين وملت كل فرح في البيت وبخيرك عايشين كل مرة بشوف ايديك قوية وقديرة سلطانك ملهوش حدود وحلولك كتيرة كل مرة بشوف ايديك سلطانك ملهوش حدود وحلولك كتيرة. أنا أثق بالإيمان إن رسالة الرب لينا النهاردة رسالة قوية جدا وموجهة ومهدفة لناس جايين مكسورين. كم حد مصدق إن الرب لمسه؟ لو إحنا طلعنا من هنا والرب كلمنا فقط يبقى إحنا ما خدناش حاجة. لكن لو إحنا خدنا رسالة والرب لمسني زي ما قال الأخ مجدي في آية قالها دانيال لمسني فقواني. كم حد النهاردة متأكد إن الرب لمسه؟ باسم الرب يسوع تكون لمسات حية، تكون لمسات محيية باسم المسيح. بشكر اخواتي خدام قناة السمير الصالح، وبشكر الرب لاجل الاخ مجدي والاخ ميلاد سعد المرنم،
وبشكر رب خالص لأجل حضوره النهاردة. كم حد يحيي الرب معايا تحية كبيرة؟ على غير ميعاد، والرب بيفاجئنا في أوقات كتيرة وإحنا محتاجين لوقت نرتاح فيه. مش بس نرتاح، لكن الرب يلمسنا لمسات خاصة. كم حد يشكر رب من قلبه كده ويقول له شكرا لأجل الوقت ده؟ تعالوا نصلي مع بعضينا، يلا نقف مع بعض واحنا بنشكر رب لأجل كل الوقت اللي عدى والوقت اللي قضيناه قدامه، الوقت اللي لمسنا لمسات حية. الرب حط ايده على ناس وشفاها من كلام سلبي، الرب لمس ناس من قيود روحية، الرب حط ايده وبإيمان، الرب حط ايده واحنا منتظرين. الرب لمس كل حد فينا. لو انت خدت لمسة من الرب النهاردة ارفع قلبك معايا للرب بالشكر والحمد والتمجيد لجلاله. يلا قول له أشكرك لأنك عارف احتياجي، أشكرك لأنك عارف كل اللي بمر فيه. يمكن الناس اللي حواليا ما بيعرفوش، يمكن الناس اللي حواليا ما عندهمش علاج، لكن أشكرك لأن عندك لمسات تحيي الميت من جديد يا رب، عندك لمسات تشفي المرض، عندك لمسات يا رب تقيم من الأموات يا سيد. ما أعظمك يا رب، ما أعظمك. شكرا لأنك موجود وسطينا، شكرا لأنك أحييت ناس فينا يا رب، أحييتنا بكلمتك يا سيد.